السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات مطبخ عائشة العافية. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحة والعافية ان شاء الله. اليوم غادي نحضروا مع بعضنا كيكة بالجزر والبرتقال، كتجي رائعة جدا، خطيرة شكلا ومذاقا. مباشرة ندوزو لطريقة التحضير. غادي احتاجيت في المكونات ديال الكيك 4 ديال البيضات، زدت معهم كاس ديال السكر سنيده، ودائما كنعبر بالكاس ديال العنبه، قبيصه ديال الملحه، كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، مبشور ديال البرتقاله او قشره ديال البرتقاله، وواحد الساشيه ديال سكر فاني. غادي نخلطوا المكونات. انا غادي نستعمل هنا الخلاط الكهربائي. غادي نحاول نخلط المكونات، ما نبالغوش في التخليط، غير يذوب لنا شويه السكر ويطلع لنا البيض. من بعد ضفت عليه واحد الياغورت يكون طبيعي بدون سكر. غادي نعاود نخلط شويه، ومن بعد غادي نضيف واحد الكأس ديال العنبه ديال الجزر او خيزو اللي حكيته في الحكاكه الرقيقه، وجوج كؤوس ديال الدقيق الخاص بالحلويات يكونوا مغربلين من قبل، جوج ديال الساشيات ديال الخميره ديال الحلوى من فئه 8 غرام. وغادي نمزج المكونات مع بعضهم مزيان مزيان، او الخليط، حتى نتحصلوا على واحد الخليط اللي يكون يعني ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل بزاف. الا حسيتوا به الخليط خفيف شويه زيدوه واحد الملعقه ديال الدقيق. فانا عبرت هنايا بالكاس ديال العنبه. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني الكاس ديال العنبه شحال فيه 100 غرام. صافي في الاخر ضفت هنايا واحد شويه ديال الكركاع او الجوز اللي هرمشته غير بيدي شويه. صافي وخديت هنايا المول اللي غادي نطيب فيه الكيك ديالي، دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بالدقيق، ومن بعد غادي نفرغ فيه هذا الخليط اللي عندي. نسيت ما قلت لكم في الاخر ضيفوا واحد المعلقه ديال الخل مع الخليط. انا الصراحه نسيته، فقلت نذكركم نتوما ضيفوه. كيزيد كيحيد ديك الزفوره ديال البيض او داك الريحه ديال البيض اللي كتكون في الكيك، وفي نفس الوقت كيعطي واحد الخفه واحد الطراوه للكيك. صافي دخلت الكيك ديالي للفرن، طيبته على 180 درجه، النار تكون شاعله غير من التحت. انا الفرن كنخليه بارد، غير كندخل الكيك ديالي عاد كنشعل عليه، كنخليه يطيب كيجوز واحد 45 دقيقه، ومن بعد كنشعل عليه الفوق حتى كيدهب. صافي انا هنايا شويه تخطف لي في الطياب ديالو، جاتني شويه محمر. لو كنت استنيت عليه شويه كان غادي يتحرق. المهم نتوما ردوا معاه البال وصافي، ما تفوتوش 45 دقيقه على 180 درجه. صافي هنايا كيف ما شفتوا معايا خديت هنايا البرتقال اللي غادي نعصرو، وضروري انكم ملي تعصروه تصفيوه. فانا هنايا كانوا عندي غير واحد 4 ديال البرتقالات عصرتهم. خرجوا لي جوج ديال الكؤوس ديال العنبه ديال العصير ديال البرتقال. وطبعا خصكم تصفيوه قبل ما تحضروا به الكريمه. هنا في واحد الكاسرول عملت فيه جوج كيسان ديال عصير البرتقال وكاس ديال الماء، زديت معاهم واحد السكر فاني او ساشيه ديال السكر فاني، وخديت هنايا جوج ديال الساشيات ديال الفلان ديال التشينو العادي ديال فاني بمذاق الفاني، وزديت معاهم جوج معالق كبارين ديال كريم باتير واربعه ديال الملاعق كبارين ديال سكر سنيده. بالنسبه للسكر كتضيفوا على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب البرتقال، الا كان حامض او لا حلو. الا كان حلو ما تضيفوش السكر بزاف، والا كان حامض زيد عملوا 4 معالق السكر كيجيو هما هادوك. صافي حركتهم مزيان مع بعضهم هما باردين، وغادي نديهم نوضهم على النار ونخليها حتى تختار وتقلي الكريمه ديالي. هنا هاد الخطوه ضروري خصنا نعملوها في المول، نفس المول اللي طيبنا فيه الكيك. غادي ندهنوه بشويه ديال الزيت، ضروري تدهنوه بالزيت قبل ما تفرغوا فيه الكريمه ديالكم باش ما كتلصق لكمش ملي كتجيو تقلبوا الكيكه. وهنايا من بعد ما طبت داك الكريمه اولا داك الفلان، ومن بعد ما تقل حتى يختار لكم مزيان على النار، من بعد غادي نفرغوه هنايا في القاع ديال المول بهذا الشكل. وغادي نجيب الكيك ديالي اللي غادي يكون بارد يعني حتى برد. من بعد غادي نحاول انني نوضعه بهذا الشكل هذا في داك المول، ونحاولوا نضغطوا عليه شويه حتى نشوفوا داك الكريمه طلعات من الفوق، يعني تبدا تبان لنا داك الكريمه من الجوانب ديالها بهذا الشكل. صافي هنايا غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي وغادي نخليها تبرد. دابا الجو بارد ما كديش الوقت بزاف، يعني خصها واحد 2 ساعات كتكون بارده. انا خليتها تقريبا واحد نص ساعه خارج الثلاجه، ومن بعد دخلتها للثلاجه وخليتها حتى بردات. 2 ساعات كانت بارده. هنايا من بعد ما بردات غادي نحاول نزولها من داك القالب اولا داك المول اللي فيها. غادي نحاول نجبدها بهذا الشكل كيف ما كيبان لكم في الفيديو. نحاول يعني نزعزعها اولا نحيد داك، نحاول نفسخها ما تبقاش لاصقه في المول. وهنا تقبتها انا بواحد السكين
غير واحد جوج تقبات باش نحاول تنفس شويه. قلبتها في الطبق ديال التقديم، وغادي نستنى عليها واحد شويه حتى تنزل، ونحاول نحركها بهذه الطريقه، يعني غير سعفوا معاها شويه بشويه وكتزول بكل سهوله. صافي هنايا كيف ما شفتوا معايا هذا كان الشكل ديالها ملي حيدتها من المول. كتجي رائعة جدًا. بالنسبة للتزيين كتقدروا تزينوها بغيتو تزينوها زينوها، بغيتو تخليوها هيداك كتبقى هيداك. هي أصلًا كتجي المنظر ديالها رائع جدًا سواء مزينة ولا بلاش. أنا زينتها هنايا غير بشرائح ديال البرتقال مع وريقات ديال النعناع، وصافي كتجي رائعة جدًا. كنصحكم تجربوها لأنها كتستحق التجربة. كتجي لذيذة بزاف بزاف. بالنسبة للكيك كيجي خفيف ولذيذ، وبالنسبة للكريمة أو لهاد الطبقة ديال الفلان اللي فيها كيجي رائع جدًا وكيتواتى معاها بزاف بزاف. وهنايا وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا كنتو كتزوروا القناه لاول مره ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات، وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. وما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم الرائعه. ودمتم سالمين والى اللقاء مع وصفه جديده وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.